بالنسبة للخبر اللي تم التداول ديالو بقوة واللي تطرقت له عدة حسابات وصفحات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، واللي كيتعلق بوزارة الخارجية المغربية وعلى لسان السيد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة حفظه الله، واللي تيقول هذا الخبر: الخارجية المغربية ترفض إعفاء الأجانب المتزوجين من مغربيات من تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني. أولا الإخوان، هذا الخبر ماشي جديد، هذا الخبر راه قديم، غير تمت الإثارة ديالو مؤخرا من بعد ما تطرقوا الناس الموضوع الزواج المختلط. وهذا الخبر هذا راه جبدوه من قاع الخابئة، هذا الخبر يعود إلى أواخر 2022، ماشي خبر جديد أو حاجة جديدة تطرق لها ناصر بوريطة السي وزير الخارجية. هذا موضوع، هذا الخبر هذا راه قديم، تقريبا عنده عامين والصرف، غير جبدوه عاوتاني من قاع الخابئة وحطوه لهم فوق الطبلة. فذكر تما فين قال لهم السي ناصر بوريطة على ما اعتقد، فين قال لهم اللي بغى مرتو يجيبها لعنده او اللي بغات راجلها تمشي لعنده. موضوع منح تأشيرات الأجانب سواء متزوج ولا ما متزوج، هذا أمر سيادي ديال البلاد، ماشي مغربيه متزوجه باجنبي ولا مغربي متزوج باجنبيه صافي راه متزوج به يدخل عادي للبلاد. لا، راه الموضوع كيتعلق بالامل، الموضوع كيتعلق بزاف ديال الحوايج، ماشي اللي تزوجات شي واحد صافي راه غادي تدخلوا للبلاد. حنا ماشي في زريبه، حنا راه في دوله، ومع تبارك الله المغربيات، مع واحد الفئه ديال المغربيات ها اللي قال لها نتزوجوا تزوج به، واخا يكون ما نعرف فين. كيف ما كتعرفوا راه بقى لنا زمرده والمريخ وعطارد ما فيهمش البشر، اما والله تلقى المغربيات متزوجين تما. واحد الفئه ماشي كلشي، واحد الفئه تزوج باجنبي، الله يسهل عليه، هذا حريه شخصيه. اما صافي تزوجات اجنبي وتدخلوا للبلاد، لا، يكفينا اللي عندنا حنا، راه مزاحمين مع بعضياتنا، يكفينا حنا الناس اللي عندنا في البلاد، عاد خصنا البراني نزيدوا علينا، راه بزاف ما يمكنش. وحتى الى الاجنبي واخا متزوج بمغربيه ولا غير متزوج بمغربيه وباغي الاقامه في المغرب، راه كاينين شروط حتى لو يكون متزوج بمغربيه، راه كاينين شروط. الا بغى يكون مقيم في المغرب راه عنده شروط، ماشي غير حيت متزوج بمغربيه صافي يدخل البلاد يسكن معنا يزاحمنا. لا، مرحبا بهم، ولكن راهم بشروط. اللي غيدخل اي بلاد انت الا غتمشي لواحد البلاد، غتمشي تكون مقيم في واحد البلاد، النهار اللي ما غادي تكون منك فايده راه غادي يصيفطوك لبلادك. ما منك فايده راه ما يمكنش تجلس في ديك البلاد، راه يا اما غتمشي سياحه ولا زياره كتقضي ديك المده وكترجع. الموضوع امر سيادي، لان الى فتحوا هذا المجال تولي فوضى. اصلا دابا كاينه فوضى، فما بالك الى فتحوا هذا المجال ديال انه الاجنبي اللي متزوج بمغربيه يدخل البلاد. مع تبارك الله المغربيات اللي تيقول لها نتزوج بك، مسكينه هي باغا تستر راسها. هذا راه ماشي المغربيات متزوجين في جميع بلدان العالم تبارك الله. هذا الشيء راه ما تيعنيش اننا نقصوا من المراه المغربيه، لا، هذا واحد الحاجه زوينه في المراه المغربيه، انها كتبغي الستر، تتبغي تتزوج، تتبغي تستر راسها. هذه راه واحد الميزه زوينه، ولكن في نفس الوقت راه تيخص التنظيم ديال هذا الشيء هذا. يكفي انهم دابا تيمنحوا الجنسيه لابناء المواطنه. المفروض الجنسيه ما تمنحش لابن المواطنه، ولكن يكون فيه قانون ولا يكون فيه تسهيل لولاد المغربيه الا غتدخلهم للمغرب. لكن ديك القضيه ديال منح الجنسيه انا ضد كل الضد، لان الابناء كيتنسبوا للاب ديالهم. علاش الا ما كانش يفتخر بالجنسيه ديال باه، اش يدير بالجنسيه ديالي انا اللي ما يفتخرش بالجنسيه ديالو؟ وانما الموضوع بالنسبه علاش تيجنسون باش يسهل عليهم يدخلوهم للمغرب، لا، يشوفوا لهم حل يدخلوا المغربيه تدخل مع اولادها للمغرب. ولكن ما ديك القضيه ديال منح الجنسيه انا ضدها صراحه. فهذا كل ما في الامر الاخوان. الخبر قديم، يعود لاواخر 2022،